السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، عاملين مع بعض صينية بطاطس بالفراخ اهي. انا عاملاها النهاردة بالبصل كده والبهارات والتوابل، بس ما حطيتش عليها طماطم ولا اي حاجة. دي احلى صينية بالنسبة لي، دي احلى صينية فراخ بالبطاطس. بحس بها بطعم التتبيلة كده وتغيير، مش كل مرة نعملها بطماطم. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. دي انا بشرت بصلتين وحطيت عليهم فلفل اسود وملح وبهارات فراخ وشوية زيت وعصرة ليمونة، وتبلت بقى الفراخ، وحطيت تحت طرنشات بصل، وحطيت فوقها البطاطس. هنحط لها كوباية مية وهنوطي عليها ونسويها على نار هادية. ساعة ما تغلي على البوتاجاز هنحطها في فرن البوتاجاز. وهعمل ان شاء الله مكرونة حمرا معاها، وهنشوف مع بعض يا حبايبي. هنولع بقى على الفراخ دي يا حبايبي. وهنحط جوه هنا المية بتاعت المكرونة. نغطي دي ومعايا هنا هحط البصلة بتاعت المكرونة اهي، وهنزل بشوية زيت. شوف مع بعض يا حبايبي. هنحط المية مية هي يا حبايبي هنحطها لتسوية البطاطس. نحطها من جنب كده عشان منوقعش التتبيلة من على الفراخ. هنغطيها بقى يا حبايبي، سيبها ساعة ما تغلي كده نحطها في فرن البوتاجاز. نقلب مع بعض البصلايه يا حبايبي. هنحط في الحله بتاعه المكرونه دي في الميه دي شويه خل، معلقه خل كده علشان الحله ما تسمرش. وهنحط شويه ملح. خلاص البصله يا حبايبي احمرت معانا اهي. هننزل عليها بالطماطم، كيس صلصه يا حبايبي، الصلصه لما بتبقى في البيت يا حبايبي بتنفع. الطماطم لو غاليه بنطلع منها ونطبخ على طول، ما عنديش نطلع منها، يعني بتنفع في جميع الاحوال. يعني كنت عامله شويه كبار بس قربوا يخلصوا. ربنا يسهل بقى نجيب حبه ونعملها. الفراخ يا حبايبي غلت معانا اهي. هننزلها في فرن البوتاجاز تكمل سواها. خلصنا الاكل معاكم وجاهز اهو يا حبايبي. المكرونه اهي، وكنت عامله مخلل جزر، والفراخ اهي يا حبايبي حلوه جميله زي الفل.
والبطاطس اهي الواحدة بوحدتها جميلة يا حبايبي. انا بصراحة بحبها كده اكتر من اللي بطماطم كمان. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنساش يا حبايبي الاشتراك في القناة واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا معانا.